السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما ما أخبار اللاعبين المغتربين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نسلط الضوء اليوم كما جرت العادة على نجم جديد تمكن من فرض نفسه في صفوف الفريق الأول لنادي أولمبيك مارسيليا، حينما بصم على أول مشاركة له في افتتاح مباريات دوري الدرجة الأولى الفرنسية، بالرغم من كون هذا اللاعب الشاب يبلغ من العمر 17 سنة فقط. ويتعلق الأمر باللاعب الشاب إنزو ستيرنال. هذا اللاعب الذي يعتبر من مواليد سنة 2007 بفرنسا، أصوله جزائرية من جهة الأم وتحديدا من شلغوملي، في حين أن والد اللاعب من أصول فرنسية. تكون اللاعب إنزو ستيرنال في صفوف نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، يلعب في منصب وسط ميدان هجومي، وبإمكانه كذلك اللعب في منصب صانع الألعاب نظرا لقراءته الجيدة للعب بفضل تمريراته الدقيقة والسحرية لزملائه في الهجوم، بالإضافة لكون هذا اللاعب الشاب يمتلك حس هدفي كبير، حيث تألق بشكل لافت للانتباه خلال الموسم الفارط، حينما شارك في 22 مباراة مع نادي أولمبيك مارسيليا للشباب، تمكن خلالها من تسجيل 11 هدف. تألق هذا اللاعب الشاب جعل منه محل أطماع العديد من النوادي الأوروبية الكبيرة التي كانت ترغب في خطفه، إلا أن إدارة نادي أولمبيك مارسيليا سارعت لقطع الطريق على تلك النوادي من خلال ترقية هذا اللاعب الشاب لصفوف الفريق الأول لنادي أولمبيك مارسيليا، بالإضافة لإمضائها على أول عقد احترافي مع هذا اللاعب الشاب بعقد يمتد إلى غاية سنة 2027، مع العلم بأن هذا اللاعب الشاب تواجد في تحضيرات الفريق الأول استعدادا للموسم الحالي، وقد بصم كما قلنا على أول مشاركة له صارت يوم أمس، حينما دخل كبديل بداية من الدقيقة 81. سلام.